مساء الخير، مساء العافية عليكم بنات. شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية إن شاء الله. ورجعت وياكم بنات بفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله تستمتعون وياي. فاليوم الفيديو مالتنا بعيد عن الروتينات. اليوم روتين العشاء. طبعا كنا نعاني من حيرة العشاء. أكيد بنات كلكم تعانون من هذه المشكلة، وأكيد أولكم أني مشكلتي كلش يعني بالعشاء، أحتار فما أركز يعني تركيز كامل شو أسوي عشاء. فالمهم بنات هنا كان عندي لحم مثروم أقل من النص كيلو، راح أسوي لهم قلت كباب صحي بدون دهن وبدون إضافات ثانية. هنا بنات برشت عليه بصلاية صغيرة مثل ما شفتوا، والبصل هذا اللي برشته يعني أعصره من المي مالته، لأن الكباب ما أريد بيه سوائل، فقط خليت له ملح والبصل على اللحم مثل ما قلت لكم. طبعا مي البصل راح استعمله هسه تشوفون ايش راح اسوي بيه. فهنا بنات راح امزج كل المكونات، البصل واللحم والملح، فامزجهم بهالشكل هذا، وبعدين اضيف عليهم تقريبا خاشوقة مال اكل او اكثر، يعني الى ان تشوفين اللحم او الكباب تماسك عندك. فابقى اعجن بيه بهالشكل هذا. اذا كان عندك ليمون حامض شوية ابرشي عليه يغير طعمه وينطيه نكهة كلش طيبة. فبنات مثل ما تشوفون عجنته بهالشكل هذا. اهم شيء الكباب مالتنا او اللحم يكون ناشف ما بيه سوائل. فتشكلي بهالشكل هذا. شوفي بعد ما يحتاج له يعني تقدرين تشكليه. هنا بنات جبت خاشوقة يعني عدلة او اي شيء انت تحبين تشيشين الكباب مالتك، واني راح استعمله بالخاشوقة هذه، يعني قياس اخذت 1. وانتي بعد حسب التشكيل مالتك. طبعا اسويها مو كلش ثخينة ولا كلش خفيفة، يعني تحسين بيها يعني كباب شوية يعني متماسك. فهاي اسهل طريقة حبيت اوضحها لكم بنات، فان شاء الله كل شي يكون واضح قدامكم بالفيديو. اتمنى ورداتي اللي وصل وياي لهنا من الفيديو ما ينساني باللايك، واذا اول مرة شاهديني حتى لو بالصدفة اتمنى تشتركين وتنورين القناة. وهنا بنات راح اكمل كل تشكيل الكباب وارجع لكم. طبعا مي البصل اللي اخذته ابلل بيه ايدي بهالشكل وابدي اشكل الكباب. فهنا بنات راح اكمل وياكم كل الكباب وارجع لكم. وهنا بنات ورا ما كملت كل تشكيل الكباب راح اخليهم بهذه المقلاة. طبعا اي مقلاة عندك بس كون ما يلتصق بها الاكل. هنا مجرد مسحة خفيفة من الزيت، اي زيت عندك، زيت زيتون، الزيت العادي، اي شيء، حتى لو بالزبد همتين يصير. وهنايا ورا محمة الطاوة عندي راح اخلي الكباب. طبعا سويت ويا الكباب مثل ما شفتوا طماطة قطعتها تقريبا 8 قطع، والبصل قطعته 4 قطع. فانتي بعد الطماطة والبصل شوفي شلون تحبين تسويها، بعد هاي حسب انتي وذوقك. وهنا بنات مثل ما تشوفون ابد ما تفلش عندي او خرب. هذا شكله مثل ما تشوفون بنات، طعمه كلش طيب، يعني عبالك مسويته على الفحم. هواية بنات سألوني بالتعليقات ام حنين اختك
أم حنين أختي اللي ما جابتها أمي. أم حنين إنسانة يعني أتشرف إنه تكون أختي. والله العظيم بنات أني وصلت المرحلة إنه أسد القناة وبعد لأن ما شفت عليها تفاعل، فهي اللي شجعتني وهي اللي خلتني يعني أكمل مسيرتي باليوتيوب. فأم حنين مو بس أخت، أم حنين أخت وصديقة ومعلمة إلي، لأن كل شي ما كنت أعرف باليوتيوب فهي هواية شغلات علمتني، والفضل يرجع لرب العالمين أكيد وبعدين إلها. طبعا أكو إنسانة ثانية إن شاء الله أذكرها بالفيديوهات القادمة، أيضا هي السبب بمسيرتي باليوتيوب. أيضا هي شجعتني، وصلت لمرحلة بنات بحيث قلت خلاص راح أمسح القناة وراح يعني أعزل مثل ما يقول. بس الحمد لله رب العالمين من يريد يدز الواحد ناس طيبة وناس محترمة مثل هيك ناس يشجعوك ويدعموك. فدائما أقول يا رب دز لي الناس الطيبة والمحترمة اللي ترفع راسي بالقناة وبمسيرة حياتي هذه. فأم حنين هي أخت وصديقة إلي، فهواية بنات سألوني أم حنين أختش لأن نفس الصوت ولأن يعني مرات تسوي لي دعم بالفيديو مالتي، فبنات هي أكثر من أختي. فإن شاء الله جاوبتكم على سؤالكم هذا لأن دائما ينطرح علي. وورا ما كملت العشاء وغسلنا المواعين هنا بنت أختي طبعا عزمتني على سهراية. أنا عبالي مسوية كرزات ومسوية كباسة، فمن رحت تفاجأت مسوية الحلا اللي نزلته قبل فترة، حلا دبي، وبس هالمرة مسويته بطريقة تختلف. فهالمرة سوته بزبدة اللوتس. طبعا هواية بنات قالوا لي يصير نسوي بالحليب المكثف، فطبعا بنات لا ما يصير، سوي له بالزبدة البستاشيو لو زبدة اللوتس مثل ما هسه دنسوي. وهاي بنات طبعا الطريقة كلها نفس الشي، بس الزبدة راح تختلف اللي هي زبدة اللوتس مو البستاشيو. فصورت لي هذا التصوير الحلا بس بالزبدة اللوتس، وحبت الصورة شوية يكون أوضح من التصوير السابق. فمثل ما قلت لكم بنات كلها نفس الطريقة، تنحمس شعرية الكنافة أهم شيء تكون مقرمشة، وبعدين أضيف عليها هذه الزبدة اللوتس، ومثل ما قلت لكم ما يصير بالحليب المكثف. فالفيديو هو يحكي على نفسه وكل شي واضح قدامكم بنات. طعم لازم نجرب. قرمشة تحكي